ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده كده فيديو جديد وفيديو مختلف. النهارده هناخد مشتريات الشهر كاملة. وكمان في حاجات هتقعد معانا لأكتر من شهر. تعالوا نشوف هنعمل ايه. جبت معاكم كده كيسين كده من الفاصوليا البيضة. دول كيلو دول 2 كيلو بالظبط. كل كيس من دول كيلو. وجبت معاكم 4 برطمانات مربى، 3 2 تين و2 فراولة فيهم. 1 تين كبير و1 تين صغير. جبت كمان هوهوس كده. جبت كمان دولسي. جبت كمان كاتشب. جبت كمان كيس بامية. بس عايزة اقولكم بامية شهرزاد دي سيئة جدا جدا جدا. منصحش اي حد يجيبها ولا ياخدها. سيئة بمعنى الكلمة، مش حلوة خالص. ومنصحش حد ان هو يشتريها. انا ما عجبتنيش، بتكلم عن نفسي، انا ما عجبتنيش. جبت دولسي كارنفاليتا الصغير ده، تحفه تحفه جدا. جبت كمان علبه بسكوت. جبت بسكوت ده حلو، عايزه اقول لكم تحفه. خطير، عجبني جدا. وجبت كمان بسكوت الشمعدان علشان حلو، ومعايا العيال بيحبوه. يعني لما بيكون مثلا حد منهم جعان وانا مش معايا، يعني مش فاضيه وكده، بديله بسكوته كده ياكلها يصبر بيها نفسه. جبت كيس لبن. وجبت ازازتين لبن جهينة. يعني جبت 2 كده وكيس كده. يعني ايه، امشي بيهم الدنيا. طبعا دول مش هيقعدوا معايا الشهر، ممكن يقضوني 10 ايام 15 يوم زي ما يكونوا. امتى ما بيخلص اللبن ده بجيبه. ليه؟ عشان العيال انا لازم بديلهم كده لبن الصبح. لازم يعني ابني اديله، ابني الكبير لازم ياخد كده ايه اللبن. جبت شوية طلبات كده من السوق. يعني لوازم انا جبت اللي انا محتاجاه، بس ما حبيتش كده افور كده واجيب حاجات انا مش محتاجاها يعني وكده. قلت لا، هجيب بس الحاجات اللي انا محتاجاها للاسبوع. في حاجات طبعا هتقعد معايا اكتر من اسبوع. جبت طماطم، يعني دول الطماطم اللي كانوا فاضلين معايا من السوق اللي قبل. جبت يعني كملت عليهم. جبت 2 كيلو بس من الطماطم. هفضي الجامدة من تحت واخلي الطيبة كده من فوق علشان استخدمهم بسرعة، او اضربهم كده بالخلاط او بالهاند بلندر. وباركولي يا جماعة. واخيرا صلحت الخلاط، يعني صلحته كده من فترة. جبت شفشق جديد، عايز اقول لكم تحفة. يعني كويس ومقضي معايا الغرض. الشفشق يعني صلحته. يعني صلحت الشفشق بتاعي. جبت جزر معايا برضو. رصيته كده. الجزر حلو جدا جدا جدا. انا بحب، يعني ما بستغناش عنه. ليه؟ بحب اسلقه كده للعيال عندي. بتحطيه كده في الشوربة بتاعت اللحمة او شوربة فراخ، شوربة بط، اللي تحبيه. حط كده الجزر والكوسة، اسلقيهم كده، قشريهم واسلقيهم كده حيين. بعد كده اول الجزر قطعيه عشان ما يغيبش معاكي في السوا. قبل ما اللحمة بتاعتك تستوي بحاجة بسيطة حطيهم عشان تكون الشوربة كده ايه، يعني الخضار ده اخد من دسم الشوربة، فتفيد العيل معاكي وتديه يعني وكده. وبالذات لو كان اطفال صغيرين. انا متبعة الطريقة دي من هو عنده 8 شهور كده او 9 شهور بديله، عشان قبل كده هيكون صغير مش هيستحمل. حطيت كده ربطة كزبرة وربطة شبت وربطة بقدونس. جايبة ربطة من كل حاجة. وجبت ربطتين جرجير وجبت قالب خس حلوين. يعني الخضار ده بيكون حلو قوي قوي في البيت. معايا بتنجان. دول بتنجان عروس حلو. انا مش هحشيه بصراحة، انا جايباه عشان اعمله. يعني اتبله كده، بيكون متبل بالثوم، بيكون حلو قوي واحنا بنحبه جدا. يعني لما بسجل لكم الفيديو وانا عملته، عايزه اقول لكم خطير. بس مصورتوش معاكم، بس تحفه. بس هبقى اصور معاكم. معايا كام واحده فاضلين هعملهم واصورهم معاكم. كان طعمه خطير جدا. يبقى عندي البتنجان وعندي الجزر وعندي الخضرة بتاعتي وعندي الطماطم. جبت كمان 2 كيلو او كيلو ونص من البطاطس، مش فاكرة بالظبط. برضو جبتهم. حلو، يعني هيقعدوا معايا. مش استهلاكي في البطاطس قوي، لان احنا بطلنا يعني خفينا المقليات شوية، فبصراحة الدنيا ظبطت معانا. جايبة برضو بتنجان عروس علشان لو حبيت اعمل سلطة مسقعة، اعمل اي حاجة يبقى معايا. برضو جايبة معايا كمان
جبت خيار. طبعا الخيار والطماطم والبطاطس دول انا بالنسبه لي دول اساسيين، طول ما هم موجودين في البيت مش هحتاس ولا اعمل اي حاجه. ممكن لو ملقتش مثلا معايا حاجه ممكن تعملي صينيه بطاطس كده يعني ني في ني كده وتحطيها في الفرن. فالبطاطس والطماطم دول اساسيين معايا في البيت والخيار، يعني ما بقدرش كده استغنى عنهم. لكن زي الجزر والبتنجان والخضره والكلام ده مش اساسي قوي، يعني نقدر نستغنى عنه. بس دي كانت ايه الخضار بتاعي، وانا طبعا ايه فضيت دول كده وهرصهم في التلاجة. اما البطاطس هفضيها في التربو معايا من الاول للاخر. وعايزه اقول لكم التربو عندي بوظلي البصل ومش عارفه اعمل ايه. كنت جايبه كميه كده من البصل حطيتها بطلع كده مع سخونيه الشقه، عشان عايزه اقول لكم عندي الشقه نار نار بجد، والتهويه فيها مش حلوه خالص ومش عارفه اعمل ايه. فبجد لقيته في كذا حاجة كده بايظة ومش عارفة اعمل ايه. جبت كمان فلفل اخضر. عايزة اقول لكم احنا بنعشق الفلفل الاخضر، انا وجوزي بنحبه جدا جدا. وجبت كمان ادي البطاطس، ودول ايه الخضار هيكون بتاعي. ده الخضار اللي انا ايه اشتريته وجبته. زي ما قلت لكم انا جبت اللي ناقصني بس ما جبتش حاجات انا مش محتاجاها. يعني انا شفت حاجات كتير بس مرضتش اجيب، قلت لا انا هجيب اللي انا محتاجاه فقط لا غير. فده هيكون ايه الخضار الجميل الفظيع بتاعنا. طماطم والخيار والبطاطس والفلفل والجرجير والخس. سوري انا جبت ربطة واحدة جرجير طلعت مش ربطتين. والخضرة بتاعتي والطماطم، يعني الأكل البسيط بتاعي دول هيمشوا معايا الأسبوع. فيهم حاجات ممكن تقعد معايا أكتر من أسبوع. بس دول ايه الخضار بتاعي. ندخل بعد كده ايه، انا هرسهم في التلاجة كده مع نفسي، مش هشارك معاهم يعني انا وبرسهم مع نفسي كده. اظبط كده التلاجة اديلها مسحة كده لازم وبنظمها كده. وبعد كده ايه ارص الحاجة بتاعتي. ما بحبش ارصها يعني غير يعني انا طبعا فرشاها وكل حاجة وهي نظيفة، بس كده امشي عليها يعني ايه عشان اظبط كده الدنيا. بعد كده جبت اللحمة بتاعتي. انا معايا كل كيس من دول فيه كيلو يعني دول 3 كيلو. وعندي كمية دهن مش طبيعية بجد. يعني جوزي جاب شوية قال عشان لو عزناهم تعملي لحمة مفرومة وتحطي عليها مع نفسك. انا قلت له الصراحة هات شوية دهن معاك عشان بيطعم الاكل. حطيت كده ايه بدأت كده ايه اقطع كده اللحمة بتاعتي. انا هقطعها، انا بعمل في الكيلو نص، يعني في الطبخة بعمل نص كيلو عشان احنا 4 افراد. فيدوب علينا نص كيلو بيكون حلو. اقل من كده بصراحة مش هيكون ايه مش هيقضينا يعني وكده. فبعمل ايه نص كيلو. قطعت كده اللحمة بتاعتي. يعني انا بقطعها 3 كيلو دول هيعملوا معايا 6 وجبات. حتى لو هعمل لحمة مفرومة انا بقسم ال6 يعني زي ما انا عايزة. آه، ممكن النص كيلو بتاع الوجبة اخده افرمه اطلع منه وجبتين، لان انا مش بعمل اكتر من ربع كيلو في اللحمة المفرومة. اطلعه واطلع مع حتة دهنة واقسمه كده نصين في وقتها. بس مش ما بشيلهوش مفروم، بقول هسيبه لو احتاجته اطلعه. لو يعني حبوا ان هو نعمل مثلا اي حاجة باللحمة المفرومة اطلعه. لا ما حبوش خلاص يبقى هو موجود لحمة صحيحة بدل ما اخسره يعني وكده. فانا بحب اشيل حاجتي كده عشان لو عايزنا مثلا نعمل حواوشي نعمل لحمة كفتة مثلا ايا كان الحاجة اللي هنعملها. بس قطعت كده اللحمة بتاعتي. فانا زي ما قلت لكم بحب اشيله كده. وبالنسبة للفراخ انا جبت فرخة واحدة، وجبت كمان الشهر ده جبت بط معاكم. بجد كان تحفة. جبت 3 حلوين قوي قوي بس مصورتهمش معاكم. يعني انا بسجل لكم الفيديو وانا كنت عملت منه وصورت معاكم، بس الفيديو لسه هينزل لكم. مش عارفة ده هينزل الاول ولا الفيديو البطة هتنزل الاول. عايزة اقول لكم تبلتها تتبيلة تحفة، جربوها بجد هتعجبكم. بس اديني هقطع كده اللحمة بتاعتي. طبعا هي كانت مشكلة ما كانتش كلها من قطعية واحدة، يعني الجزار قطع من كذا قطعة يعني كذا مكان مش من قطعة واحدة. طبعا انا ما بفهمش بصراحة القطعة دي ايه والقطعة دي ايه.
يعني جوزي اللي جابه كده. فبقطع كده وبسند كده في الاكياس. وبعد كده هقسم كده الوجبات بتاعتي، هقسم كده ايه زي ما قلت لكم نص كيلو في الوجبه. انا بس ما بعايرهمش بالميزان ولا حاجه، بس بعيني بطلع كده لكل فرد فينا قطعتين، قطعتين كبار بيكونوا كده حلوين. يعني بتحط كده في الطبق 8 قطعه. وممكن احط عليهم قطعه زياده، يعني على حسب يعني التقطيعه اللي بيتفضل معايا بقسمه على الاطباق. تمام. يعني دي كانت ايه الوجبات بتاعتي. دي اول حاجه كده ايه معايا في اللحمه زي ما قلت لكم طبعا انت برضو تقدري لو بتحبوا اللحمه الستيك طلعي قطعيها براحتك لو انت تعرفي. لو ما تعرفيش ما تقطعيهاش. احنا بصراحه يعني انا لو بجيب ممكن برجر وبانيه دول من بره اللحمه بنجيبهم كده لوحدهم من بره يعني. والفراخ زي ما قلت لكم والبط والحاجات دي كله بنجيبه كده ايه لوحده من بره. بس دي كانت ايه اللحمه بتاعتي، وكانت عايزه اقول لكم تحفه وناعمه كده في الايد. مش خشن كده وتحسيها هتغيب معاكي في السوا. لا طبعا دي برضو لحمه بلدي مش مستورده ولا حاجه، دي لحمه بلدي. دول 3 كيلو. الكيلو كان عامل 370 جنيه عندنا. عايزه اقول لكم بجد بجد اسعار صعبه خالص يعني. مش عارفه ازاي كده كيلو لحمه يوصل 370 جنيه، وفي ناس كمان بتبيعها ب 380 جنيه. دي بالنسبه للاسعار عندنا. شوفوا اكتبوا لي في الكومنتات الاسعار عندكم زي كده ولا لا. عايزه اقول لكم جبت كمان ملوخيه خضراء وقرطفتها. وجبت كمان يعني جبت شويه حبه حاجات كده حلوين. بس في حاجات كتير ما صورتهاش عشان كنت عايزه انجز بجد. كان اليوم صعب وكان مجهود عليا كبير، فكنت عايزه اخلص. فجبت برضو ملوخيه وفرستها وشلتها في الفريزر بس ما صورتش معاكم. جبت يعني ما جبتش كتير، انا جبت نص كيلو. كان عامل 10 جنيه لان الكيلو كان عامل 20 جنيه. فالنص كان بالنسبة لي حلو. قسمته كده على مرتين يعني اخدت اقوله في الطبخة ب5 جنيه، فحلو خالص بالنسبة لي. جبت قطعت كده الدهن بتاعي علشان ايه اوزعه على الاكل بتاعي واظبط كده الدنيا بتاعتي. بصوا اهو اللحمة بتاعتي اهي والدهن بتاعي. اقسم بعد كده الوجبات بتاعتي في الاطباق زي ما قلت لكم. دول هيطلعوا معايا نص كيلو في كل وجبة. يعني انا قلت لكم احنا 4 افراد، بحط في كل كيس قطع للفرد قطعتين، وبحط مثلا قطعة زيادة واللي بيتفضل يعني بقسمه على الأطباق. كان ممكن ألمهم يعني وأعمل منهم وجبة 7، بس أنا بصراحة ما برضاش بحب إن أنا أستر نفسي وتكون الحاجة كده عشان أنا معايا أطفال فبيحتاجوا إن هما ما بياكلوش الوجبة بوجبتها. يعني ممكن يجوا فاديلهم ياكلوا لأن حرام نظلمهم معانا. بس فعشان كده بحب كده أزود علشان خاطر العيال يعني وكده. برضو هحط الدهن. ليه الدهن؟ عشان انا لما اعمل طبيخ بيطعم لي الاكل بتاعي فبيكون طعمه حلو يعني. بيسكر كده الشوربه بتخليها حلوه ودسمه، فبالتالي الطبيخ بتاعك هيكون حلو وجميل كده. يعني بتديله الشوربه بتديله كده روح وحياه كده زي ما بيقولوا. فدي كانت اول حاجة معايا. دي اللحمة زي ما انتوا شايفين قسمتها على 6 وجبات. بالنسبة لي هيكونوا حلوين قوي. وهقسم كده الدهن بتاعي احطه كده كل شوية كده في كيس علشان لو عوزت بقى اعمل زي ما قلت لكم اللحمة المفرومة او اعمل كفتة اعمل برجر. انا لا بسيبها صحيحة وعلى حسب ما بيطلبوا بطلع، لو احتاجوا بطلع وافرم كده بالكبة واعمل كده على طول، او بياخدها لي جوزي اطلع له الكيس واقول له خده كده افرمهولي في المفرمة عند الجزار وتعالى. يعني في الغالب عشان بتكون الكبة بتاعتي صعبة شوية في الفرم، مش افضل حاجة يعني نوعها وكده.
برضو جبت كده مكرونة وشعرية وشوية حبة حاجات كده حلوين علشان ايه نظبط بيهم الدنيا. جبت علبة كده نسكافيه، وعايزة اقول لكم طلع سيء جدا وتحسوه كده مضروب، مع اني بأمانة جايبة العلبة دي ب100 جنيه، بس بأمانة طلعت سيئة مش حلوة، ما عجبتنيش. جبت كمان فاصوليا، جبت ترمس، جبت فلفل اسود، جبت مكرونة. المرة دي مرضتش اجيب فلت، لا جبت في الاكياس كده بالكيلو كده من الاول للاخر. جبت كيلو شعريه، كيلو مكرونه صغيره، كيلو مكرونه فرن، جبت علبه سمنه جنه، جبت بقسماط وجبت فايش، جبت كمان قهوه. يعني حبه حاجات كده حلوين هيظبطوا معايا، يعني حبة حاجات كده ايه هيظبطوا الدنيا معايا. زي ما قلت لكم ان انا جبت المرة دي في اكياس كده كيلو. طبعا هو ما بيكونش كيلو صافي، بيكون 800 جرام، فبالنسبة لي برضو حلو. يعني الشعرية هتقضيني فترة حلوة، المكرونة هتقضيني فترة حلوة، المكرونة الفرن حلوة برضو، نعمل منها طواجن كده، هتشوفوا معايا الفيديوهات الجاية كده هنبدع كده مع بعض. جبت كمان ازازة زيت اساور حلوة قوي. جبت علبة علبة سمنة جنة، طبعا انا اعتمدتها خطيرة جدا جدا. جبت المناديل علشان العيال يعني وكده. جبت عيش وجبت قهوة وجبت خضرة برضو، جبت حبة حاجات كده حلوين بس.